صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة. وأحلى وأجمل لحظات حياتي في المكان ده مطبخي، حبيت أوريهولكم وعشان تعيشوا معايا وأنا بطبخ وبقدم وصفاتي. المكان ده يا جماعة بقاله من سنة 69 ما اتغيرش، غير إن أنا بحافظ عليه بالنظافة. انتوا شفتوا المنفضة ليا فيها ذكريات ايام ما كنا بننفض السجاجيد. وبعدين في هنا التابلو ده كان علبة شوكولاتة ما رميتهاش، علقتها تحت البوكس بتاع الكهرباء. والراديو بتاعي حبيب قلبي ما استغناش عنه وانا بشتغل ابدا. اقلب، ارقص شويه، اضحك شويه، اغني شويه، تقوم الطبخه تطلع متشخلعه. وهنا التوابل بتاعتي، كان عندي طواجن اتكسرت حروفها، طبعا مش هحطها على السفره ولا هشتغل فيها. حطيت فيها الخل، الزيت، التوابل بتاعتي. وده بوتاجازي. فاكرين دي كلنا اكيد كانت عندنا بنجيب فيها الخضار، محتفظه بيها. البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين، والفرن بتاعي على طول كده، طول ما انا بشتغل معايا فوطه وبنضفه اول باول. هنا بقى الادوات بتاعتي، الكبشات والمعالق والذي منه والحوض بتاعي. تلاحظوا ان الحوض في رخامه جنب البوتاجاز. لازم المطبخ بتاعك يكون كل حاجه في متناول ايدك، ما تجريش من هنا لهنا لهنا. وهنا بحط الحلل بتاعتي دي، لما بغسل الكوبايات بحب احطها تتصفى وبعدين بشيلها. هنا بقى بناكل وبنفطر وبنتغدى وبنتعشى انا واولادي واحفادي. هنا المعالق بتاعتي جنبي، اطباقي جنبي، التوست اللي باكله، المستردة، الادوات الكهربائيه فوق. شايفين الستاره المشخلعه دي حبيبه قلبي. وبعدين هنمشي كده شويه بقى صغيرين، وهخش على الفرن الكهرباء بتاعي ده ما استغناش عنه. وبعدين التوستر، وبعدين الكاتل. ودي ازايز بجيبها من الفلتر، بملاها ميه علشان لما اعمل الشاي والقهوه. وعاوزه اقول لكم، لو عندك فلتر استخدمي الشاي والقهوه بميه مفلتره، بتقللي من استهلاكك للميه المعدنيه. هنا المجات بتاعتي، ودي بحط فيها لو فاكهه، نسكافيه، عسل، سكر، الدواء بتاعي، الفيتامين اللي باخده، البقسماط. ودي تلاجتي حبيبتي. التلاجة انا غيرتها. عاوزاكم تبصوا بقى للسقف فوق شويه كده، هتلاقوه اصفر زي الفل. ده كل شهر لازم بجيب السلم واطلع انضفه. يا جماعة لو عندك المطبخ بتاعك لازم تكون ايدك فيه، والنظافة اهم حاجة في المطبخ، النظافة. نسيت اقول لكم احلى حاجة بقى، الراديو بتاعي. الراديو ده على طول شغال على محطة الاغاني، ما بسمعش حاجة غير محطة الاغاني وانا في المطبخ. الاخبار والتمثيليات بقى جوه في التلفزيون. وجربوا تعيشوا لحظات حلوة وسعيدة، وتطبخوا لأولادكم ولأزواجكم أحلى أكل وأطعم أكل بحب. الأكل طول ما أنتي بتطبخي بحب وعارفة بتطبخي لمين هيطلع كده. باي باي.